يا صباح الفل. عذرا على الإضاءة، الشموسة من الصبح مستخبية ومطر مطر مطر، بس حقيقي أنا بحب الجو ده جدا. هو لما كل حاجة بتعدي، فين المشكلة؟ جملة بنقولها لبعض عشان نهون على بعض الظروف اللي بنعدي بيها، ولكن واقع الجملة دي على كل حد فينا بيختلف من شخص للتاني، ومش كلنا الجملة دي بتهون عليه الظروف اللي بيعدي بيها. يا ترى فين المشكلة؟ الفكرة مش في إنها بتعدي أو ما بتعديش، الفكرة تكمن في إنها بتعدي إزاي. أهي بتعدي إزاي دي بقى هي مربط الفرس زي ما بيقولوا. لو عرفنا بتعدي إزاي دي مرتبطة بإيه، هنعرف هي ليه بتهون على ناس وتقيلة على ناس تانية. نقطتين مرتبطين ببتعدي إزاي: طريقة تفكيري، التعامل مع مشاعري. لو أنا بدرب نفسي باستمرار على النقطتين دول، فالجملة دي بالنسبة لي هتهون عليا الظروف اللي أنا بعدي بيها، وهيبقى ليها واقع إيجابي عليا خلال الظروف دي. لكن لو أنا شخص سايب نفسي كده، مش بنتبه لطريقة تفكيري، مش بدي اهتمام لمشاعري، فساعتها الجملة دي بالنسبة لي هتبقى مملة وتقيلة وسخيفة وملهاش أي معنى. والظروف هتعدي ولكن بعد ما تكون استنزفتني نفسيا وطاقيا. يبقى الظروف هتعدي، ولكن محتاجين وهي بتعدي ناخد بالنا من طريقة تفكيرنا والتعامل مع مشاعرنا. يومكم مليان باللحظات السعيدة المبهجة. سلام.